القلق هو حالة عاطفية يشعر بها الأشخاص عندما يكونون مهتمين بموقف معين أو بالمستقبل. يمكن أن يكون القلق طبيعيا إلى حد ما، لكن عندما يصبح مفرطا يمكن أن يؤثر سلبا على جودة الحياة. في هذا المقال سنتناول طرق تجنب القلق وتقليل تأثيره على حياتنا اليومية. أسباب القلق. أسباب القلق كثيرة، نذكر منها الضغوط اليومية مثل الضغوطات العملية أو الأكاديمية، المواقف غير المألوفة مثل السفر أو الانتقال إلى مكان جديد، المشاكل الصحية، الخوف من المرض أو من مرض شخص محبوب، العوامل الوراثية، يمكن أن تكون هناك استعدادات وراثية للقلق، التغيرات الكبيرة في الحياة مثل الزواج، الطلاق أو فقدان وظيفة، المشاكل المالية، الضغوط الناتجة عن الصعوبات المالية أو الديون. آثار القلق. القلق المفرط يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد الجسدي مثل الصداع، التوتر العضلي والإرهاق، المشاكل النفسية مثل الاكتئاب، اضطرابات النوم والتركيز المنخفض، التأثير على العلاقات الاجتماعية، يمكن أن يجعل الشخص أكثر انعزالا وعدم القدرة على التواصل بشكل فعال، التأثير على الأداء المهني، قد يؤدي القلق إلى تراجع في الأداء العملي والإنتاجية، الاعتماد على المواد، قد يلجأ بعض الأشخاص إلى الكحول أو المخدرات للتخفيف من القلق. طرق تجنب القلق. 1. التدريب على التنفس العميق. التنفس العميق يساعد على تهدئة الجسم والعقل. حاول أن تتنفس ببطء وعمق لمدة 5 دقائق في كل يوم. يمكنك أيضا ممارسة التنفس البطيء قبل النوم لتحسين جودة النوم. 2. ممارسة الرياضة. النشاط البدني يساعد على تقليل مستويات القلق. حاول أن تمارس الرياضة بانتظام مثل الجري، السباحة أو اليوغا. يمكن أن تكون الأنشطة الجماعية مثل كرة القدم أو الرقص مفيدة أيضا لتعزيز الشعور بالتواصل الاجتماعي. 3. تقنيات الاسترخاء. تقنيات مثل التأمل والتخيل الموجه يمكن أن تساعد على تقليل القلق. حاول أن تخصص وقتا يوميا لممارسة هذه التقنيات. يمكنك أيضا استخدام تطبيقات الهاتف الذكي المخصصة للتأمل والاسترخاء. 4. التنظيم والتخطيط. التنظيم والتخطيط للمهام اليومية يمكن أن يقلل من القلق المتعلق بالمهام غير المنجزة. استخدم جداول زمنية وقوائم مهام لتنظيم يومك. يمكنك أيضا تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر لتجنب الشعور بالضغط. 5. الحديث مع الآخرين. التحدث مع الأصدقاء أو الأفراد المقربين عن مشاعرك يمكن أن يساعد على تخفيف القلق. لا تخف من طلب المساعدة عند الحاجة. يمكنك أيضا الانضمام إلى مجموعات دعم أو حلقات نقاش لتبادل الخبرات والمشاعر. 6. طلب المساعدة المهنية. إذا كان القلق يؤثر بشكل كبير على حياتك، فقد يكون من المفيد طلب المساعدة من مختص نفسي. العلاج السلوكي المعرفي CBT هو أحد الطرق الفعالة لعلاج القلق. يمكنك أيضا استكشاف طرق العلاج الأخرى مثل العلاج بالحديث أو العلاج بالأدوية. 7. تحديد الأفكار السلبية. تحديد الأفكار السلبية والتفكير في كيفية تغييرها يمكن أن يساعد على تقليل القلق. حاول أن تكتب الأفكار السلبية وتفكر في كيفية تحويلها إلى أفكار إيجابية. 8. تحديد الأولويات. تحديد الأولويات في حياتك يمكن أن يقلل من القلق المتعلق بالمهام غير المنجزة. حاول أن تركز على المهام الأكثر أهمية وترك المهام الأقل أهمية لوقت لاحق. 9. الراحة والاسترخاء. التأكد من أنك تأخذ وقتا للراحة والاسترخاء يمكن أن يقلل من القلق. حاول أن تخصص وقتا يوميا للاسترخاء، سواء كان ذلك بالقراءة، الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم. 10. تغذية صحية. التغذية الصحية يمكن أن تساعد على تقليل القلق. حاول أن تأكل وجبات متوازنة.